صديقي العزيز، هو مكان انت قاعد جواه ولكن انت فورا لازم تخرج براه. عن منطقة الراحة اتحدث، او ما يسمى بالكومفورت زون، الكنبة الجميلة اللذيذة اللي في جهازك النفسي اللي انت بتحبها جدا وبتفضل قاعد فيها كتير وانت مش عايز اي حاجة تخرجك براها، لا بالذوق ولا بالعافية. مش لوحدك يا حبيبي اللي بتحبها، انا كمان بحبها، والله كلنا بنحبها، لكن لازم نفهمها عشان نعرف نتعامل معاها، عشان نعرف نخرج براها، عشان هي فعلا بتأذيك وبتأذينا كلنا. هبدأ معاك ان انا اقول لك اشكالها ايه، وبعد كده هقول لك ان شاء الله نطلع براها ازاي. اول شكل من الاشكال ممكن تكون حاله من الثبات النفسي، حاجه كده لا بتطلع بيك لفوق ولا بتنزل بيك لتحت. ويعني احيانا بشوف ان هي متكرره في الشكل ده تحديدا كتير مع صوره الزواج، لا انا حابب ان انا اكمله ولا حابب ان انا اسيبه، وانا قاعد كده جوه. طبعا مش كل انواع الزواج، في زواج ماشي كويس وزي الفل. ممكن تيجي في صوره مكان لو انت خرجت براه هتحس ان منظومه الامان بتاعتك كلها بتنهار، ويفضل المكان ده كومفورت زون بالنسبه لك، انت خايف انك انت تخرج براه. وبيجي الشكل ده في الغالب، او نقدر نقول المثل المتكرر فيه، مكان العمل. احيانا بتيجي في صوره شخص اتبنت علاقتك بيه في اطار اسمه التعود، ناس انت تعودت عليهم وتعودت ان هم يتعودوا عليك ومشيت العلاقه بالشكل ده. ممكن تيجي احيانا في صوره الاصدقاء، وكمان احيانا بتيجي في صوره شريك الحياه. ممكن تيجي في صوره فكره، الفكره دي عملت لك قناعه معينه، هذه القناعه تؤدي الى مشاعر معينه، هذه المشاعر تؤدي الى سلوك معين، فكره تؤدي الى شعور تؤدي الى سلوك. لو انت عملت الحاجه دي بيحصل لك نوع من انواع القلق الكبير جدا فتلف وترجع لمنطقه الراحه اللي انت عملتها لنفسك. واقرب مثل ممكن اضربه في الحته دي هي فكره انك انت عايز تواجه الشخص ده، لكن لما بتفكر انك انت تواجهه انت بتخاف، ولما بتخاف بتتوقف، ولما بتتوقف بترجع مره تانية لمنطقه الراحه بتاعتك، مع ان كان الصح انك انت تعمل مواجهه. هو بشكل عام التفكير مع السلوك مع الشعور، الثلاثه دول بياخدوا ويدوا لبعض، يعني هما ثلاثي كده مرح مع بعض. انا كده تقريبا قلت لك على الاشكال اللي بيظهر فيها منطقه الراحه. وخليني اقول لك قبل ما اقول لك حضرتك تبدا تتخلص من منطقه الراحه ازاي، ان مش كل مناطق الراحه مؤذيه. احيانا بيكون مطلوب ان حضرتك تستسلم وتقعد لمنطقه الراحه، بس ساعتها بتكون استراحه محارب. وفي فرق كبير جدا من انك انت تكون انسان محارب بيستريح، وان انت تكون ولا بتحارب ولا بتعمل اي حاجه وبرضه مستريح. ولكن طبعا في الغالب احنا بنتكلم على منطقه الراحه المؤذيه اللي هي بتاذيك، اللي انت لازم تخرج براها. وهقول لحضرتك على خطوات حاول انك انت تشتغل عليها عشان تبدا انك انت تطلع بره هذه المنطقه المظلمه، تخرج منها الى النور. واحد، لازم حضرتك تعرف أي هذه مناطق الراحة اللي احنا ذكرناها هي الأكثر تأثيرا على شخصيتك، وما هي مناطق الراحة الأقل تأثيرا على شخصيتك. والمفروض إن المنهجية اللي هتشتغل بيها هي إنك أنت تبدأ تعمل كنترول على منطقة الراحة الأقل تأثيرا على شخصيتك، لأنك لما هتنجح فيها بإذن الله ده هيساعدك على إنك أنت ترتقي في التحكم في مناطق الراحة الأكثر تأثيرا على شخصيتك. أنت هتبدأ من الأدنى للأعلى بإذن الله. النقطة الثانية ودي نقطة مهمة جدا، أنت محتاج إنك أنت تتعلم بشكل ذاتي ممكن أو بمساعدة حد ممكن استراتيجية لوضع الأهداف. لازم يكون عندك طريقة تفكير تعرف إن أنت من خلالها توصل لفكرة إنك يبقى عندك رؤية، يبقى عندك هدف، وتبقى عارف الوسائل اللي بتوصل للأهداف اللي أنت حطيتها. النقطة الثالثة، مناطق الراحة الخروج منها في الغالب بيؤدي لشعور الخوف والقلق، والخوف والقلق هم أعدائك الرئيسيين، وهم دول اللي انت محتاج انك انت تعرف ازاي تتحكم فيهم، وتتعلم ازاي انك انت تسترخي وتوصل نفسك لهدوء واستراحة عشان ما تستسلمش لمنطقة الراحة. وده ممكن يكون عن طريق فنيات للاسترخاء، ممكن يكون عن طريق تعلم تمرينات للتنفس، ممكن يكون عن طريق انك انت بتروح لحد متخصص يساعدك في الموضوع ده. المهم انك انت لازم تعرف ازاي تتحكم في القلق، لان عدم تحكمك فيه هو اللي مخليك مستسلم بشكل كبير جدا للراحة جوه منطقة الراحة. 4، انت لازم تكافئ نفسك على اي خطوة بسيطة انت بتعملها في اتجاه الخروج من منطقة الراحة، حتى لو كان بالراحة، يعني حتى لو انت كنت ماشي بخطوات بطيئة. المهم لازم تكافئ نفسك، لان ده اللي بيعززك وبيحفزك انك انت تكمل المشوار اللي انت بدأته. وعايز افكرك وافكر نفسي معاك وانا بفكرك ان بالرغم من اننا مسميينها منطقة الراحة، الا ان الحقيقة
احنا لما بنقعد فيها احنا مش بنلاقي اي راحه. وافتكر كده كلام المولى سبحانه وتعالى لما قال ارايت من اتخذ الهه هواه. وافتكر كلام النبي عليه الصلاه والسلام لما قال حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هل منطقه الراحه نقدر نعتبرها جنه ولا نار؟ هل نقدر نعتبرها شهوات ولا مكاره؟ الحقيقه هي منطقه شهوات، والشهوات تؤدي الى النار. وافتكر كده المقوله الجميله اللي كانت دايما يسمعوها لنا واحنا صغيرين: خالف هواك تنجو. اتمنى تكون معلومه مفيده ليك باذن الله. اشوفك على خير. سلام.